ظهر فجأة واتكلم بجرأة، واختفى فجأة وساب وراه أسئلة كتير. مين هو الدكتور ضياء العوضي؟ وإيه اللي حصل له؟ في وقت بقت فيه السوشيال ميديا مليانة أصوات كتير، كان لازم صوت مختلف يظهر، صوت بيقول اللي ناس كتير خايفة تقوله أو مش متعودة تسمعه. الدكتور ضياء العوضي شخصية بدأت تظهر تدريجياً على السوشيال ميديا. ما كانش مجرد دكتور تقليدي، كان عنده أسلوب خاص، مباشر وصريح لدرجة الصدمة أحياناً. طريقته في الكلام كانت مختلفة، مش بيعتمد على المجاملة ولا بيحاول يرضي حد، وده اللي خلاه يجذب ناس كتير في وقت قصير. اسمه بدأ ينتشر وفيديوهاته بقت تتشارك بسرعة، وكل مرة كان بيظهر فيها كان بيثير نقاش جديد. لكن الشهرة السريعة دايما بيجي معاها جدل. الدكتور ضياء ما كانش بيختار المواضيع السهلة، كان بيدخل في قضايا حساسة ويتكلم عنها بمنتهى الصراحة، وده خلى الناس تنقسم حواليه. في ناس شافته جريء وبيكشف الحقيقة، وفي ناس شافته صادم أو مبالغ. بس في كل الأحوال مفيش حد كان محايد. كل فيديو جديد كان بيزود الجدل أكتر وبيخلي اسمه ينتشر أسرع. واللي كان واضح إنه ما كانش بيتراجع ولا بيغير أسلوبه، كأنه كان مقتنع إن الرسالة أهم من أي رد فعل. وفجأة حصل اللي محدش كان متوقعه. الدكتور ضياء العوضي